بين هذه الجبال الصامتة التي تخفي أسرارا أقدم من الزمن تبدأ قصة الإنسان، قصة تمتد إلى مئات الآلاف من السنين قبل أن تكتب أول كلمة وقبل أن ترسم أول خريطة على وجه الأرض. هنا في عمق المغرب بين صخور الأطلس وكهوف الجنوب ما زالت الأرض تتنفس ذاكرة لا يعرفها إلا القليلون. كل حجر هنا شاهد، وكل ذرة تراب تحمل أثرا لخطوة بشرية كانت الأولى. من كان أول من أشعل النار؟ من نقش الصخر؟ من رفع رأسه نحو السماء يتأمل المجهول؟ الجواب ليس في الشرق الأوسط ولا في أوروبا كما كان يعتقد، بل هنا في المغرب، حيث اكتشفت أقدم بقايا الإنسان العاقل في العالم في مكان يدعى جبل إيغود قرب مدينة اليوسفية. منذ أكثر من 300 ألف سنة كان الإنسان يعيش هنا، يبني أولى ملامح الفكر، يصنع أدواته من الحجارة، ويترك خلفه إشارات تقول لنا اليوم: من هنا بدأت القصة، ومن هنا ولد الإنسان. المغرب لم يكن يوما مجرد أرض في شمال إفريقيا، بل كان قلب التاريخ الإنساني، مسرحا لحضارات قبل التاريخ، ومهدا للإنسان الأول الذي خطا على هذه الأرض خطواته الأولى نحو المستقبل. هذه الرحلة ستأخذنا عبر ملايين السنين، من كهوف إيغود إلى نقوش تافوغالت، حيث ما زالت الصخور تحكي والريح تهمس أن الإنسان ولد في المغرب. من الجبال نبدأ رحلتنا، رحلة عبر الزمن، عبر ملايين السنين إلى الوراء، حيث لم يكن على الأرض إلا الطبيعة والصمت العظيم. هناك في قلب جبل إيغود قرب مدينة اليوسفية عثر العلماء سنة 2017 على ما غير نظرتنا لتاريخ البشرية بأكملها: عظام وجمجمة وأدوات حجرية، كلها تشهد أن الإنسان العاقل لم يولد في الشرق كما كنا نظن، بل هنا في المغرب قبل أكثر من 300 ألف سنة. إنها ليست مجرد اكتشافات أثرية، بل ثورة علمية غيرت الكتب المدرسية والتاريخ العالمي. منذ تلك اللحظة صار المغرب أقدم موطن معروف للإنسان العاقل على وجه الأرض. لكن جبل إيغود ليس وحده من يروي القصة، ففي تافوغالت شرق المغرب اكتشفت آثار بشرية تعود لأكثر من 15 ألف سنة، تظهر أن الإنسان هنا لم يكن فقط ليعيش، بل يفكر ويصنع الأدوات ويدفن موتاه باحترام وروح رمزية. وفي تازا وأكونتفراوت وجدت نقوش صخرية تمثل حيوانات وأشكالا بشرية وأدوات صيد، تحكي عن حضارات سبقت الكتابة، لكنها فهمت العالم بلغتها الخاصة، لغة الحجر والرمز. عبر آلاف السنين تغير وجه الأرض، تحولت الغابات إلى صحراء، وتبدلت الأنهار إلى وديان جافة، لكن آثار الإنسان بقيت، تشهد أنه هنا بدأ المشي والفكر والحلم. المغرب لم يكن فقط مهد الإنسان الأول، بل كان أرض البدايات الكبرى، البداية الأولى للوعي وللإبداع وللحياة التي نعرفها اليوم. فحين نسير بين هذه الجبال، نحن لا نمشي فوق التراب فقط، نحن نسير فوق ذاكرة إنسانية،